الفرخة حطت ديلها على النار لحد ما بقى سخن، وبعدين رجعت جري على العشة علشان ترقد على بيضة، بس اللي طلع منها ما كانش كتكوت، ده كان بيبي ديناصور. ومع ذلك الفرخة الأم اتعاملت معاه كأنه ابنها. بيبي الديناصور كان جعان لدرجة إنه بلع القش كله والعشة كمان، وفي لحظة الديناصور الصغير كبر أكتر من مرة وخرج سقف العشة. بعد كده الفرخة الأم خرجت بيه وبدأت تعلمه يلقط الحشرات. الديناصور قلد حركة أمه وبدأ ينقب علشان يلاقي أكل، بس لخط بين جذع شجرة وبين حشرة وبلع الشجرة كلها في قضمة واحدة. جسمه كبر تاني وبقى أكبر بكتير من الأول. الفرخة الأم كانت مصدومة تماماً، وفجأة المطر نزل بغزارة. الديناصور الصغير فرد جسمه زي الشمسية وحمل قطيع من المطر، وكل ما كان بياكل أكتر جسمه كان بيكبر أكتر لحد ما في الآخر دمر الزريبة كلها. الفلاح شاف كل ده واتصدم وراح بايع الديناصور الصغير بمبلغ كبير. الفرخة الأم بصت له وهو ماشي حزينة وقعدت في الزريبة تعيط. على الناحية التانية الديناصور كان بيستعد للعرض في السيرك، ورغم إن الجمهور كان جاي من كل حتة قلب الديناصور كان لسه مع أمه، فبدأ يعمل إضراب عن الأكل اعتراضاً. ناس السيرك افتكروا إنه عيان فجابوا دكتور، لكن الدكتور شخصه بمرض خطير وقال إنه ما بقاش فاضل له وقت كتير. الفرخة الأم عرفت بمرض الديناصور من الجورنال، جريت على السيرك بتنادي على ابنها مرة ورا التانية، بس ما كانش في رد. ولما كانت هتمشي فجأة الديناصور فتح عينه بطريقة معجزية. الفرخة الأم طارت من الفرحة وحضنته، وبعدها قدموا عرض سوا على مسرح السيرك، ومن ساعتها عاشوا مع بعض وما افترقوش تاني أبداً.